فكان الخوف وقتها ان يا حاجه من اتنين، يا اما مثلا انا ككيف مان يا داخل عليا حيوان مفترس ياكلني ويموتني، يا داخل عليا ناس يقتلوني وياخدوا الكيف بتاعي، ياخدوا مراتي او ياكلوها او وات ايفر ذس. اوكي، ما هما كانوا دول اسباب الخوف عند الانسان من الارتجال. خلاص، لما بدات الدنيا تتطور الريسبونس بتاع الخوف فضل هو على الكبيره والصغيره. يعني بقى في الاخر موظف في البنك عنده تارجت يجيب اكسس في الشهر، لو ما جابوش جسمه بالظبط بيطلع نفس الهرمونز بنفس الكميه بتاعه ان الدكتور دخل عليه. طب انت دلوقتي واخد رياكشن ليه؟ عشان انت كنت بتطلع الادرينالين والكورتيزول دول علشان الدم يجري بتاعه احسن، علشان المسلز بتاعتي تسخن، قلبي بيدق اسرع عشان يديني نفس اكتر وحركه اكتر. تعرف يا فايت يا فلايت، فلايت يعني اكل. خلاص، انت دلوقتي انا لما بنخض من التارجت ليه بيحصل لي ضربات قلب؟ الله، هو انت وانا اطلع اجري من التارجت؟ لا، اتس نوت ريزونبل. بس جسمنا بياخد نفس ده. اوكي، ولو احنا ما عملنالوش ريجوليشن ولو ما فهمناش نفسنا، لا